سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدنا في هذه البداية التواصل أن نتشرف بحضوركم الكرام في هذه الأمسية القصصية بمعية مذيعين ورائدين في فن القصة. في مستهل هذه الأمسية سنستهلها بآيات من الذكر الحكيم يلقيها فضيلة الأستاذ علي وهب. مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا على هذه القراءة الخاشعة الجميلة. في مستهل هذه الأمسية يسعدنا أن نفتتحها بكلمة قيمة من مدير المؤسسة الذي انطلاقا من السنة الماضية عمل على تشجيع كل فعل ثقافي جاد. لم يدخر جهدا في تدعيمنا للإبداع والتواصل ولا ننسى له دائما وابدا المساعدات القيمه التي قدمها لنا حينما استقبلنا الاستاذ الفاضل وشيخ القصه احمد بوسبول. ما زال القاسم الكبير احمد بوسبول يذكر ثانويه القاسم الزيناني ويذكر مديرها لما لقيه من حفاوه الاستقبال، وايضا نحن ما زلنا نذكر تلك الامسيه الناجحه معها. اذا فليتفضل مدير مؤسستي مشكورا. شكرا لزميلي الاستاذ مصطفى الدار. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين. تحيه تربويه خالصه وبعد. الساده اعضاء جمعيه اباء وامهات واولياء التلاميذ الثانويه، الساده الاساتذه،
السادة أعضاء نادي الإبداع والتواصل، أعزائي التلاميذ، باسمكم جميعا يشرفني أن أرحب بالسادة الأدباء الأجلاء. على يميني الأستاذ القاص عبد الواحد كفيح الذي تحمل عناء السفر من مدينة قبنصر إلى مدينة خنيفة. وعلى يساري الأستاذ والأديب الجليل الأستاذ عبد الله المتقي، وأيضا تحمل عناء السفر كذلك من مدينة قبنصر إلى هذا البلد الآمن. وكذلك أرحب بزميلي وصديقي الأستاذ والقاص حميد رقاطة. أيها الحضور الكريم، يأتي هذا النشاط الثقافي الذي ينظمه نادي الإبداع والتواصل بالثانوية التأهيلية أبي القاسم الزياني لتزويد المتعلمين بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية وتنمية حسهم اللغوي والأدبي وتعويدهم على فن الخطابة والفن الأدبي عموما. كما نسعى من خلال هذا النشاط إلى تشجيعهم على التواصل مع الكفاءات المحلية والجهوية وتثمين عمل المبدعين، ونهدف كذلك إلى تنمية الحس الجمالي والفني والشخصية لديهم. مرة أخرى أجدد الترحاب بضيوفنا الكرام وبكل الحاضرين معنا، وشكرا لكم جميعا.